صاحب طالب العلم من المهم له الخلوة، ولذلك عد أهل العلم 7 شروط تشترط للتحصيل. الشرط الأول الغربة، أن يتغرب الإنسان فيذهب عن وطنه وأهله. هذه الغربة واضحة في هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء فكان يخلو في غار حراء، فيبتعد عن الناس، يبتعد عن المدينة وضجيجها وما فيها، يبتعد عن أهل مكة، عن بيته وأهله. هذا الابتعاد شرط، ولذلك يقول العلماء: الأهل والجهل ساكنان في بلد، فاصبر عن الأهل أو فاصبر على الثاني. الشرط الثاني التواضع لمن تأخذ عنه، فإن العلم كنز نفيس لا يمكن أن ينال منه الإنسان ما يشار إليه ويمكن أن ينفع به الآخرين إلا إذا كان جد واجتهد وسهر الليالي ذوات العدد وتعب، فما تعب عليه لا يمكن أن يذيله لمن لا يحترمه ولا أن يعطيه إلا لمن يستحقه، فلذلك لا بد من التواضع لمن تأخذ عنه. الشرط الثالث الورع، فإن العلم نور، والنور لا يستقر في المكان الموحش المظلم. أردت أن توقد المصباح اختر له مكانا أبيض أزهر نظيفا ليس فيه أوساخ ولا ألوان تؤثر عليه، ولذلك يوضع القنديل في الزجاجة. وقد مثل الله بذلك نور أهل الإيمان في قلوبهم ونور الله في قلوب المؤمنين، فقال: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. فالورع معناه ترك المحرمات والمكروهات والشبهات، وهو مقتضي للإنسان للتخلص من هذه الأوطار والأوساخ، لأن الذنوب لها أوساخ كبيرة. وقد روي عن الشافعي رحمه الله أنه قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وروي عنه أنه لما أتى مالكا قال: فجلست بين يديه، فلما انصرف المجلس نظر إلي فقال: يا بني، إني أرى أن الله قد قذف في قلبك شيئا من نوره فلا تطفئه بظلمة المعصية. هذا الشرط الثالث الورع. الشرط الرابع الجوع، فالمآكل والمشارب تشغل الإنسان وتنومه، فهي غير معينة على الحفظ ولا على الفهم، ولذلك يقول العلماء: البطنة تذهب الفطنة، البطنة تذهب الفطنة. فأجهزة الإنسان إذا شغل بعضها أخذ ذلك من طاقته. إذا اشتغل الجهاز الهضمي واشتغل الإنسان المأكولات والمشروبات قلت طاقته في أجهزته الأخرى. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما رأيت سمينا عاقلا إلا محمد بن الحسن الشيباني. هذا الشرط الرابع. وهن هذا الشرط الخامس، وهو أن تهون عليك نفسك في سبيل العلم، وذلك أن تدرك قيمة العلم فتخاطر من أجله، كما ركب موسى السفينة مخروقة في البحر من أجل الوصول إلى العلم الذي يريده. موسى ركب السفينة مخروقة في عباب البحر مخاطرا في سبيل العلم، لأنه أدرك قيمته وأهميته، ولذلك قال: حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. والجوع أيضا في قصته قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، حتى جاع. الشرط السادس معصية الهوى، أن يعصي الإنسان هواه. فالإنسان الذي كلما اشتهى اشترى، وكلما أراد النوم نام، وكلما اشتهى متابعة الشاشات تابعها، لا يفلح في طلب العلم. فلا بد أن يكون الإنسان
عاصيا لهواه. الإمام النووي رحمه الله لما ذهب إلى دمشق لطلب العلم ودخل في الأشرفية، هي مدرسة وقفية في دمشق، كان محبا للنوم ومحبا للخيار، أكل الخيار، فراجع نفسه فمنعها من الأمرين، قال لا أنام إلا مستندا إلى السارية، إلى سارية المسجد، ولا آكل الخيار حتى أخرج من دمشق. يريد منع نفسه من اتباع هواها، فمنعها من هذين الأمرين حتى خرج من دمشق ورجع إلى نوى. واعص هواك. الشرط السابع الاتباع، فالعلم قيده الاتباع. العلم إذا لم تعمل به لا فائدة فيه، بل هو حجة عليك. وهذه الشروط السبعة هي التي نظمها ابن هلال، فقال له تغرب وتواضع واترع وجع وهن واعص هواك واتبع. فالنبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء، كما أهل الحديث أيضا لما سئل ابن عساكر رحمه الله عن أحب شيء إليه قال إسناد عالي وبيت خالي. إسناد عالي، إسناد العالي رجاله قلائل تحفظه بسرعة ولا يحوجك إلى البحث الكثير في التراجم. قال إسناد عالي وبيت خالي تتفرغ فيه للحفظ.